باشا الشدوف، ده مهم قوي يعني. الو، ايوه انا المفتش كرومبو. المتحف الزراعي اتسرق. طيب انا جاي لكم حالا. يا سلام، من زمان وانا نفسي احل قضيه في متحف زراعي. طب يلا بينا يا بص، يمكن نلاقي عندهم مانجا مستوية، ده بيقولوا طعمها يجنن. طبعا ما عندهمش مانجو يا فالح، عندهم حاجات تانية. قول يا بروف، هو المتحف الزراعي فيه ايه؟ الحقني يا كرومبو، المتحف اتسرق. ما تقلقش، امال احنا هنا بنعمل ايه؟ هو ايه اللي حصل بس يا عمنا؟ ما المتحف زي الفل اهو، والسياح هاجمين على التماثيل زي النمل. ما هو ده اللي مجنني، الحراميه ما سرقوش التماثيل. يبقى اكيد سرقوا اللوحات السنيه. نعم، خليك معايا. قول لي هم سرقوا ايه؟ من كام يوم جالنا شدوف اثري كان الفراعنه بيستخدموه في ري الاراضي وملاعب الجولف للكهنه، ولانه اثر مهم قوي اشترينا له جهاز انذار حديث جدا وغالي جدا جدا، ركبناه وشغلناه. عوض بقى ارضه يا ولاد، شفتوا له عرضه يا ولاد، عوض بقى ارضه يا ولاد، شفتوا له عرضه يا ولاد، وكله بقى تمام. جيت النهارده الصبح لقيته اتسرق. جهاز انذار ويتسرق؟ لا، دي حاجه غريبه جدا. يا كرومبو اتسرق، ولو الجهاز ده مرجعش انا هيتخرب بايدي. ارجوك يا كرومبو ساعدني. ما تقلقش يا استاذ جرجير. بنزهير لو سمحت. ما تقلقش يا استاذ بنزهير، هي صحيح قضية غريبة جدا، بس انا اوعدك نلاقي جهاز الانذار في اسرع وقت. بس الاول ما نلاقيش عندكم مانجا مستوائية؟ مانجا؟ قصدي ممكن تحكي لنا ايه اللي حصل بالظبط؟ امبارح كان السبت وما كانش فيه سياح كتير في المتحف. الوحيد اللي كان مهتم قوي بالشدوف كان تاجر امريكاني. يا ويلكم يا الف اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حبيبي. قول لي يا مان، هو ايه ده؟ ده شدوف يا خواجه. الفراعنه كانوا بيروا بالغيط بتاعهم، الفيلد يعني. شدوفة هواوي دي. عوض بقى ارضه يا ولاد، شفتوا له عرضه يا ولاد، عوض بقى ارضه يا ولاد. نو بتعمل ايه يا خواجه؟ ممنوع اللمس. سوري يا حبيبي، ده انذار شديد. ما تعرفناش يا خواجه. محسوبك توني بنتاغوني، تاجر امريكاني نزل في الفندق اللي جنبكو. في نفس الوقت كان في لمبه اتحرقت، اضطرينا نجيب عزوز قلاووز كهربائي العربيات اللي فتح ورشه قدام المتحف. مية يا استاذ بنزهير، اللمضه في السقف زي العروسه. الله ينور عليك يا استاذ قلاووز. عايز كام؟ 30 جند ان شاء الله. ايه 30 جنيه؟ ليه يا اسطى؟ هو انت ركبت فوانيس شبوره ولا ايه؟ يا باشا مش كفايه قافل الورشه ولقطع الزباين وعربياتهم وجايب لك لمبه اصلي 700 واط، ده حتى سلب من عندي. لا هم 25 جنيه حلو قوي. ماشي، بس حياه ابوك اي لمبه تشاور عليها تبربش كده ولا كده تندهنا اجيلك شراره. في الوقت ده كنا خلاص قربنا نقفل المتحف، وكانت شرشوبه الفله مسؤوله النظافه بتنظف البلاط. برافو يا شرشوبه، انا مبسوط منك خالص. ما تنسيش تنضفي جنب الشادوف الفرعوني. حاضر يا بيه، روح انت وما تقلقش، هتيجي بكره تلاقي المتحف بيبرق. بس خلي بالك اوعي تقربي من الشادوف قوي لحسن جهاز الانذار يضرب. امال انضفه ازاي يا بيه؟ باللاسلكي؟ يوه بلاش غلبه، خلاص ما تنضفيش جنب الشادوف خالص. بس هو ده اللي حصل. قضيه صعبه فعلا، لكن ما تقلقش هنحلها. تقدر تروح مكتبك دلوقتي وقبل البنزهير ما يطلع قصدي قبل ما النهار ما يطلع هكون عرفت لك المتحف اتسرق ازاي. ارجوك يا استاذ كرومبو، لازم تعرفوا مستقبلي الامني المتحفي هيتدمر. اسمعوني كويس يا ولاد، احنا نقسم نفسنا على المشتبه فيهم ونحقق معاهم ونتقابل في المكتب بالليل. حمبوزو هيروح لتوني بنتاغوني التاجر الامريكاني. اوي لايت يا بص. وسحس هيحقق مع شرشوبة الفلة هنا في المتحف، بس من غير ما حد ياخد باله. نو، انا احقق مع شرشوبة الفلة دي. ايوه انت اللي هتحقق مع شرشوبة، وانا هروح لعزوز قلاووز الكهربائي اهو بالمرة يبص لي على العربية. مساء الخير يا اسطى. مساء الفل يا باشا. والله يا اسطى قلاووز انا كنت عايزك تظبط لي الكهرباء بتاعت عربيتي. وماله؟ الفانوس اللي قداماني بيرعش، واليمين بيحول شمال، والشمال بيضرب في الارض. يا حول العالم، تفتكر ده من ايه يا ترى؟ تلاقيك لا مؤاخذه بقيتها من غير غطا. فعلا، بس عرفت منين؟ اصل دي اعراض نزله برد يا باشا، بعيد عنك. هي دي مش كار،
يعني ممكن يجي لها انفلونزا الطيور. طيب معلش يا اسطى، انا سامع انك كهربائي شاطر، مش كده برضه ولا ايه؟ طبعا يا باشا، ده انا بعون الله اظبط لك اجدع عربيه واركب لك فيها جميع الاوبشن تبكا يعني، واركب لك الساوند سيمسونج والفول السوداني كمان لو عايز، بس تفوت عليها بكره الصبح. وليه مش دلوقتي؟ ما هو عدل لا مؤاخذه ما يصحش تسيب العربيه العروسه اللوز دي واشتغل في عربيتك. اصل انا لا مؤاخذه هركب لها دلوقتي جهاز انذار الارم. ماشي. بقول لك ايه، عين. هو ايه المبنى اللي هناك ده؟ ده المتحف الزراعي، تلاقيه كله مليان فلاحين تماثيل وسواديف فرعوني من الاصلي. دي اكيد اثار مهمه قوي. لا مهمه ولا حاجه ولا حد بيبص عليه. شكرا يا اسطى، ما قلتليش هتاخد كام في العربيه؟ مش لما تشوفها من علاتها الاول وتحكم. بس يا ريت تركب لي لمض موفره عشان فاتوره الكهرباء بتيجي زياده عليا قوي. هي كهربة العربيه بتيجي على الفاتوره. طبعا. طب استأذن بقى. اتفضل يا باشا. ثانك يو فيري ماتش. عملت ايه يا استاذ انت وهو؟ انا يحت للياجل الخواجه، ده ياجل مش سهل على فكره. How do you does؟ ايوه امريكاني؟ Oh yeah, I'm American. ياه بلديات يعني. انت منين بقى من امريكا يا خواجه؟ أنا من فيرجينيا يا حبيبي. يا سلام، وانا من فيرجينيا القمح يعني. إيه فيرجينيا لامه دي؟ أنا معرفوش. ما تاخدش في بالك، انما انت بتتكلم عيب ازاي يا خواجه؟ أصلا أنا بابا مصري وماما أمريكاني وبحب مصر كتير. انا كمان ماما مصري وبابا مصري وبحب امريكا كتير. وانت جاي تعمل ايه بقى في مصر؟ أنا تاجر تحف وانتيكس. ويا ترى ميادي لقيت التحف اللي عايزها ولا لا يا خواجه؟ لقيت يا حبيبي انتيكس قديمة حلوة كتير. نوايتي مصر يا خواجه، تيجي معايا تاني يا بصوبيا؟ ثانكس يا حبيبي، أنا لسه ضارب حلبسة. وانت يا سحس عملت ايه؟ انا رحت المتحف وقابلت انسة شرشوبة الفلة دي. وي ورا يا ساتر يا رب، انت مين يا عم الحاج؟ انا وي ورا اله الانذار الفرعوني. وعايز ايه بقى يا سويوة؟ مش عارف انا عايز ايه. استهبلي يا ايتها الحرامية التي تسرقين الشواديف الفرعون الاعظم. والنبي يا عم الحاج ما سرقت حاجة، ده حتى الشادوف اهو في مكانه، جهاز الانذار بس هو اللي اتسرق. That's it. جهاز الانذار. وعرفت منين انه اتسرق؟ ما انا عقبال امالتك شغالة هنا يا اخويا. صحيح. بس هو يعني يا سعادة الباشا الشادوف ده مهم قوي يعني كده؟ طبعا ده الشادوف الملكي. والحرامي الغبي ده يسرق جهاز الانذار وما يسرقش الشادوف الاثري، مع انه اغلى بكتير قوي. ما هو ده اللي مجنني. انت بتستغفلني وعايز تسرق الشادوف؟ ريلاكس يا فلتي. ريلاكس؟ انا ريلاكس مين؟ خد. الحقوني. اي هي ضربتك يا سحس. مش جامد قوي يعني. انت عارف يا بروف ان انا جسمي قوي ورياضي ومش سهل يكون. عارفين يا سحس. ست فالجر وعدوانية دي اكيد هي اللي سرقت جهاز الانذار. ايه ست بانجاي دي اللي سايق جهاز الانذار؟ الخواجه ولا ايه يا بص؟ انا عن نفسي عرفت مين اللي سرق جهاز الانذار. لو انتوا ما عرفتوش الحل ابقوا قابلوني في الحلقه الجايه وانتوا تعرفوا. مع تحيات المفتش كورومبو. حل الحلقه اللي فاتت كان صبري كدبره، هو اللي اكل التعبان بتاعه الارنب والكتكوت بتوع نونو كاماتشو. أصل سوسو كان جعان جدا ولدعني في ودني عشان أكله، فأكلته حاجة على الماشي. أصله لو ما كلش بيبقى عصبي قوي.